بعت سيارة البنزين واشتريت بدلها سيارة كهربائية بالكامل. اغلب التعليقات انتقاد، كيف تترك البنزين وتتوجه للكهرباء؟ ايش وضع البطارية؟ ايش وضع الصيانة؟ كيف بيصير فيه؟ انا ما اتخذت هذا القرار الا بعد ما درسته صح وعارف بالضبط ايش انا احتاج. ركزوا على كلمة احتاج مش ارغب. التوفير اللي وفرته بالسيارة الكهربائية ارقام خيالية حرفيا. لما حسبتها انا برجع قيمة السيارة في 3 سنوات تقريبا. اليوم بوريكم سيارتي الكهربائية بالكامل من وولينج بنجو بلس 510 كيلومتر. انا الان في عدن، وايش سويت؟ سافرت فيها من صنعاء الى عدن بشحنه واحد. قل لي يا عزيزي المشاهد، سيارتك البنزين كم تكلفك لما تسافر فيها من صنعاء الى عدن؟ البعض يقول 300، البعض يقول 400، والبعض يقول 500 ريال سعودي. بس انا بسيارتي الكهربائيه الرحله فقط كلفتني 40 ريال سعودي، مسافه تقريبا 380 كيلومتر. للعلم السياره بس تنشحن ب 50 ريال سعودي وفي اقل من ساعه. كم يكلفك فل سيارتك؟ على فكره بسعر السياره كان امامي خيارات كثيره اقدر اخذها من سوق المستخدم. انا فكرت صح واشتريت الشيء اللي احتاجه مش الشيء اللي ارغبه. والان عايش حياتي مبسوط مع الكهرباء، لا اعاني من البنزين ولا الزيت ولا الصيانات المتكرره ولا البنزين المغشوش.